خدعوك فقالوا. اوعى تصدق كلامهم عن التغذية الصحية. في زمن الانترنت والسوشيال ميديا والنصايح الغريبة اللي بقت حوالينا، هيمر عليك وقت هيبقى صعب فيه ان انت تميز ما بين الخرافة والحقيقة عن التغذية الصحية. في الفيديو ده هنستعرض بعض الشائعات عن التغذية، وهنحاول نوصل للمفاهيم الصحيحة اللي وراها. من أكتر الشائعات انتشارا في مجال التغذية الصحية إن البني آدم لازم يمتنع تماما عن تناول الدهون عشان وزنه ينزل ويبقى صحي ورياضي، والحقيقة غير كده خالص. الدهون مهمة جدا لصحة الجسم، ومنها الدهون النافعة زي اللي موجودة في السمك واللي موجودة في المكسرات، واللي دورها مهم جدا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. ومش بس كده، ده كمان الدهون دي مفيدة في امتصاص الكتير جدا من الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم. وعشان يبقى عندنا نظام غذائي متكامل لازم يكون محتوي على دهون نافعة. تاني حاجة البروتينات من مصادر متنوعة، زي البروتينات اللي بتيجي من الألبان أو من اللحوم أو من الأسماك. ما ننساش كمان الكربوهيدرات، لازم الكربوهيدرات تكون صحية زي اللي بتيجي من الحبوب الكاملة أو من الخضروات. لازم كمان النظام الغذائي يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللي بيكون الجسم محتاجها. ومن فوائد الدهون الصحية كمان احتوائها على الأحماض الدهنية الأساسية اللي بيكون الجسم محتاجها عشان يشتغل صح، وبتكون مهمة جدا لصحة أعضاء الجسم كلها. دي بنحصل عليها من تناول الدهون الصحية زي زيت الأفوكادو، زي زيت الزيتون، زي زيت السمك. يبقى على قد ما نقدر ما نمنعش الدهون تماما من الجسم أو من الوجبة. الفكرة إن احنا نختار الدهون الصحية ونحاول على قد ما نقدر نقلل من الدهون المهدرجة أو الدهون الضارة. وفي آخر الفيديو لما تيجي تاخد قرار في التغذية الصحية، يا ريت تدور كويس وتجيب المعلومة من مصادر صحيحة، وما تصدقش أي خرافات أو أي كلام بتشوفه على الإنترنت. ويستحسن إنك ترجع لأهل الذكر أو أخصائي التغذية اللي هيقدر يوجهك ويقول لك طبيعة جسمك والأكل اللي يتناسب معاها. إذا فشلت كل الحلول وقررت إن أنت تعمل لنفسك نظام غذائي، يا ريت يكون النظام الغذائي متنوع وبيحتوي على أغلب الحاجات اللي الجسم يكون محتاجها. كل يوم معلومة جديدة.